كوفيد 19 هو فيروس كباقي الفيروسات التي عرفتها الإنسانية، لكن الذي أعطى لهذا الفيروس جمالية خاصة بين قوسين هو وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي هولت من إيقاع كورونا. أصبحنا نجد محكيات خطيرة، وأصبحت الأخبار المضللة موجودة، وظهر المشعوذون. لماذا؟ لأن العلماء لا يمكن أن يتكلموا في لحظة ضجيج العالم. العلماء كانوا في مختبراتهم يصمتون قبل أن يجدوا اللقاح، لكن هذا الصمت ترك للمشعوذين للسحرة الجدد أن يتكلموا وأن يفهموا. أشخاص بسيطين مستواهم التعليمي بسيط جدا يعرفون يتحدثون عن كورونا ومن أين جاء، وهل جاء من المختبرات العسكرية، المختبرات الطبيعية، كيف انتقل من القردة، كيف، ويحللون بل يعطون وصفات. كنذكروا الوصفات ديروا الكوكوت وقبل ما يدخل الراجل تحيدوا ويتبخر ويدخلوا وهو مشى. هاد السحرة الجدد هم الذين أرعبونا أكثر، الذين أقلقونا أكثر، أزعجونا أكثر، لأنه المقارنة بين ما عرفه العالم من فيروسات سابقة مثل الكوليرا، مثل الطاعون الأسود أو الطاعون الدبلي، هذه كانت تأتي على نصف دولة، تقتل الآلاف في اليوم، ولكن لم تكن بمثل ذلك الرعب، لأنه لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن السحرة الجدد الذين يفتون ويتكلمون ويرعبون بل ويسخرون أيضا. تذكرون المغرب شعب البوماضة الصفراء، شعب كذا، بل أن بعض مشاو كيتصوروا مع مصابين. أول حالتين وصبت في 3 أو 4 مارس 2020 مشاو كيتصوروا معهم استهانة بالمرض، استهانة بغياب الوعي يعني، وليس لأي شيء آخر.